مساء الخير والأمل والعمل والتفاؤل. أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيك وبيها نبنيها على راديو مصر. معاكم فيها أيمن عاشور وعلا بكر. النهاردة في مصري أصيل معانا طبيب صيدلي دكتور أحمد الجويلي. دكتور أحمد من وهو في الكلية وهو شاف إن الصيدلة مش مهنة لتكسب المال والربح فقط، وقرر إنه يبقى صيدلي فاهم شغله. يعني ايه صيدلي فاهم شغله؟ ده الشعار بتاع الحملة او يعني المبادرة اللي هو بيطلقها علشان يحاول يخلي كل اللي بيعملوا في مجال الصيدلة، من اللي بيتعلموا جوه الكليات لحد المخضرمين في هذا المجال، يكونوا على قدر المسؤولية. يعني ما ادخلوش انا كمريض اقول له انا حاسه ان ضغطي مرتفع والنبي يا دكتور اخد ايه، فيروح هو جايب من على الرف كده حاجه مديهالي من غير ما يبقى عارف ايه تاريخي المرضي، انا باخد دواء للضغط ولا لا، انا عندي امراض تانية ممكن الدواء اللي هم مدهوني ده يتعارض معاها. لازم يبقى فاهم شغله، ولازم احنا كمان يعني كناس مرضى محتاجين او اصحاء حتى لما تدخل تشتري اي حاجه من الصيدليه يعني تاخد الدواء الصح. ده اللي هنعرفه من دكتور احمد الجويلي في مبادره انا صيدلي فاهم شغلي. ممكن تتواصلوا معانا عن طريق تليفوناتنا 25785893 و25793195، وطبعا فان بيج البرنامج بالعربي على الفيسبوك بيك وبيها نبنيها مع علا بكر على راديو مصر. كمان ممكن تسمعونا على النايل سات 11842 افقي، وكمان على الويب سايت راديو مصر ممكن كمان تسمعونا عليه. بعد الفاصل احنا معاكم ايمان عاشور وعلا بكر. طيب بما اننا بعد شويه هيكون معانا ضيفنا الدكتور الصيدلي دكتور احمد الجويلي، وهنتكلم عن مبادره او يعني الحمله حمله انا صيدلي فاهم شغلي. معانا خبر متعلق بهذا الامر، كيف نتعامل مع الادويه الغير وصفيه. يعني في كتير من الاحيان بنصاب بامراض يعني مرضيه بسيطه، زي مثلا معدتنا تقلب علينا شويه، يحصل حاجه مش عارف ايه، فعلى طول يا اما ننزل الصيدليه اللي جنب البيت او واحنا مروحين تلاقينا جري على اي صيدليه وناخد العلاج اللي البعض بيعتقد ان دي الادويه الشائعه سهل الحصول عليها. وطبعا يعني دلوقتي مليون حد هيقول كذا اسم معتاد عليه، يعني من غير وصفه طبيه او من غير الرجوع ل يعني الطبيب اللي ممكن يقول لك على الدواء الصح. وعلى الرغم من ان استخدام تلك الفئه من الادويه اللي هي الادويه الغير وصفيه بيحقق العديد من الفوائد وعلاج الامراض المرضيه البسيطه او الوقايه منها، زي الصداع، زي برضو يعني المغص في المعده، فان الاستخدام غير المسؤول لتلك الادويه بيعرض صحتنا برضو لمخاطر بالغه. الادويه الغير وصفيه هي مجموعه منتقاه من الادويه اللي يمكن الحصول عليها مباشره من دون وصف الطبيب، ويمكن استخدامها من دون الرجوع الى الطبيب او الصيدلي في اطار ضوابط معين، نظرا لانها امنه وفعاله بشكل كبير، وهي تختلف عن الادويه اللي بيصفها الدكتور اللي هي بيسموها الادويه الوصفيه، اللي يمكن الحصول عليها بموجب وصفه طبيه معتمده من طبيب العلاج ولشخص مصاب بحاله مرضيه معينه. بره طبعا عندهم في ادويه على يعني على الرفوف كده، ممكن تدخل تجيبها انت من اي سوبر ماركت يعني او من اي صيدليه، لكن هنا الادويه في ادويه تانية بقى يعني ممنوع الا بروشته. يعني هنا الحكايه برضو شويه يعني، وهنسال برضو الدكتور احمد في الموضوع ده، الحكايه ماشيه كده بالبركه. بتستخدم الادويه بقى الغير وصفيه عاده في علاج بعض الاعراض المرضيه الشائعه او البسيطه او الوقايه منها، لكن تحقيق ده مرهون باتباع القواعد والاسس الصحيحه لاستخدامها، واللي بتعد مسؤوليه المريض في الاساس، لان هو اللي دخل الصيدليه وطلبها او هو اللي جابها مع نفسه. وتلك المسؤوليه تقتضي ضروره الالمام بكيفيه التعامل مع الادويه غير الوصفيه بشكل امن وسليم، ويحقق الشفاء ويتجنب سوء الاستخدام. زي المسكنات، في ناس كده عمال على بطال تلاقيها على طول في شنطتها او معاها في اي حته معاها مسكنات من غير ما يبقوا عارفين ايه اضرار المسكنات دي او ايه مميزاتها. يعني في انواع من المسكنات يعني بتعمل كوارث لا قدر الله. يعني طبعا مهم جدا ان انت تقرا النشره الداخليه بتاعه العلاج بعنايه، وتعرف ايه الجرعات اللي انت المفروض تاخدها، اختيار الدواء الغير وصفي المناسب لحالتك الصحيه،
تفكر شويه قبل الاستخدام، ده شيء مهم. كمان لازم تحرص على الاستخدام الامن، يعني مش الافراط في استخدامه، وننتبه بعد الاستخدام لاي اعراض جانبيه ممكن تظهر عليك او علينا او على اي حد بياخد ادويه من غير مراجعه طبيب، علشان يعرف الاثار الجانبيه اللي ممكن لا قدر الله تسبب مشاكل. ده كان خبر كده سريعا. وخلوني بقى بما ان الخبر متعلق بالادويه فارحب بضيفي دكتور احمد الجويلي، دكتور صيدلي صاحب مبادره او حمله انا صيدلي فاهم شغلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك والحمد لله على سلامتك، وانا اسفه على تحمل يعني معاناه السفر. ابدا تحت امرك. دكتور احمد، ايه رايك في الخبر اللي احنا قلناه ده مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن انا صيدلي فاهم شغلي؟ بصراحه خبر زي الفل. خليني بس الاول قبل ما ابدا بحب اقول دايما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الخبر بصراحه اكتر من رائع. فعلا بيحاول ان هو يشاور على حاجات كتير ممكن الناس بتكون بتتعامل غلط فيها مع الادويه اللاوصفيه او زي ما بنسميها OTC او اوفر ذا كاونتر دراجز. ناس كتير فعلا بتخش الصيدليات دلوقتي. طبعا زي ما حضرتك قلتي الموضوع ما هواش زي بره مصر اي حد ممكن يخش على الرفوف الصيدليه وياخد الدواء اللي هو عاوزه وبعد كده يحاسب. دايما هنا هو بيعدي على صيدلي الاول. فالموضوع بيكون في ايد الصيدلي نفسه، انه بيخش الاول الصيدليه يقول انا عايز كذا، انا بشتكي من كذا. تمام. هنا بيكون الموضوع في دماغ الصيدلي نفسه انه لازم يقرر هو هيتعامل صيدلانيا بانه يدي دواء ولا انه يحول على الطبيب. خليني اقول لحضرتك كده، ودي اول رساله نبدا بيها النهارده، ان ده من اهم ادوار الصيدلي في مصر، اللي للاسف ناس كتير جدا جدا بقوا بيحطوا منها من الصيادله نفسهم بالمناسبه، ويقول لك لا مش مشكله انا ممكن اوقف اي اسيستنت او اي مساعد صيدلي داخل الصيدليه من غير ما يكون عنده اي خلفيه صيدلانيه. ده ساعات بيبقى معاه دبلوم تجاره او دبلوم زراعه ملوش اي علاقه خالص بالادويه. يعني ما تجرحينيش اكتر من كده. يعني لاحظ ان كلامك جارح يعني. لا بس يعني ده واقع يا دكتور. طبعا يعني طبعا، ما هو الفكره هو يقف زي ما هو عايز، الاسيستنت يقف زي ما هو عايز، لكن لازم يقف معاه في الصيدليه طول ما هو موجود داخل الصيدليه والصيدليه فاتحه ابوابها لازم يكون موجود صيدلي. ده الى جانب طبعا ان احنا عندنا ناس ممكن نطلق عليهم مصطلح ابو العريف وام العريف، دول بقى يعني بيشتغلوا كده مع نفسهم. طبعا يعني طبعا. ممكن يقول لك مثلا انواع ادويه من هنا لبعد بكره يعني. طيب انا لو حبيت اضحكك شويه وضحك الساده المستمعين، دايما كنت بسمع مقوله ان الصيدلي هو ثالث واحد المريض بيلجأ له، والطبيب هو رابع واحد المريض بيلجأ له. مين الاثنين الاولانيين بقى؟ مين الاثنين الاولانيين؟ اول واحد هو المريض نفسه، انه يفتح الثلاجه وياخد منها اي دواء اي لبوس مش مشكله، اي حاجه تمام هيشتغل هيبقى زي الفل. ما جابش نتيجه بعد 3 4 10 ساعات يبدا يسال واحد صاحبه او واحد جاره، من المثل الرائع الفظيع اللي دايما بكرهه اللي هو اسال مجرب ولا تسال طبيب. انه يبدا يقول له ده انا عندي صداع، فيقول له طيب ده انا كنت واخد دواء معين مثلا اسمه كذا، انزل الصيدليه هاته. فهو ان الصداع ده ليه بقى يعني مليون حاجه ممكن تكون عامله الصداع ده بيتشرح مثلا في ساعه او في ساعتين مثلا، لو حابين نعرف ده ممكن يكون ايه ونعرف ازاي نعالج ولا نحول على الطبيب. انتوا بتاخدوه في صيدله الكلام ده؟ طبعا بفضل الله. فالشاهد ان الدنيا ما هياش سهله وبسيطه. بعد كده طبعا زي ما اتفقنا بيجي الصيدلي بقى ينزل بقى الصيدليه. طب انا ما استريحتش لا على العلاج اللي انا اخدته ولا العلاج بتاع صاحبي كويس او جاري او ابن خالتي مثلا اللي كلمته على التليفون ولا حاجه، فيروح للصيدلي. فالصيدلي هو كمان يبدا يجرب معاه، فلو عايز يجرب معاه خير وبركه. تمام. لو كان عنده ضمير شويه وبدا يساله شويه اسئله كده ممكن نبقى نتكلم عنها لو الهوا يسمح ان شاء الله. طبعا. يا ريت باذن الله. هم 6 اسئله، هم 6 اسئله لازم يعني المرضى لازم او يعني المستمعين لازم بتوع الاعلام يعني بالظبط كده. تمام. وبعد كده يوديه للطبيب وهو يكون رابع واحد. تمام. فده من الحاجات المهمه جدا في التعامل يعني في الادويه اللاوصفيه. قبل ما اروح لطبيب اروح لصيدلي الاول اساله وهو يوجهني للطبيب. يا سلام يا سلام عليك يا استاذ علا، بالظبط كده. ده من احد اهم الحاجات برضو اللي لازم نطلع بيها النهارده، ان ممكن واحد تكون ودنه بتوجعه زي ما بحب اقول دايما وفي الاخر تطلع المشكله في الجهاز الهضمي. ممكن يكون ركبته بتوجعه وفي الاخر تطلع المشكله في جهاز المناعه. كويس. دي ما يعرفهاش غير الصيدلي الشاطر. كويس. بس يعني تحفيزا خلينا عند الصيدلي الشاطر. خلينا عند الصيدلي الشاطر لان مش موجودين كتير، مع احترامي الشديد لكافه الصيادله، لكن يعني برضو احنا مش زي بعض وفي فروق فرديه بيننا وبين بعض يعني كتير. وفي ناس داخله كليه الصيدله علشان خاطر يا اما هي جابت مجموع كبير ووالده عايزه يبقى دكتور او والدته بتتمنى ان هو يبقى دكتور، انه يبقى دكتور، او شايف انها المهنه الاكثر تربحا. ودي نقطة مهمة برضو لازم نتكلم فيها، لكن
وفي ناس صح بتفتح صيدليات على رأي إيمان من غير ما تكون حاصلة على بكالوريوس صيدلة خالص، بس بتستغل اسم دكتور أحمد. بالظبط، مش اسمي أنا. لا مثلا يعني تستغل مثلا علا معاها بكالوريوس صيدلة بس مش قادرة تفتح صيدلية، فتاخد تشتري اسمي وشهادتي. أيوة. من الآخر يعني علشان دي أحد المخالفات الفظيعة فعلا في المهنة. تمام، هنتكلم عن كل ده وعن الصيدلي الشاطر تحديدا بعد الفاصل على 887 FM راديو مصر مع دكتور أحمد الجويلي وصاحب مبادرة أنا صيدلي فاهم شغلي. رجعنا معاكم نكمل حلقتنا النهارده من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر. مشرفنا دكتور احمد اسامه الجويلي، طبيب صيدلي صاحب مبادره انا صيدلي فاهم شغلي. وقفنا بقى عند نقطه انا كمواطن عادي اعرف ازاي ان الصيدلي ده شاطر، وهل اعتمد على الصيدليه اللي قريبه من البيت ولا الصيدليه اللي تحت الدكتور اللي انا بتعامل معاه، ولا الصيدليه اللي جيراني واصحابي بيقولوا لي ان دي صيدليه كويسه؟ اعمل ايه؟ جميل جدا جدا السؤال ده، ربنا يبارك فيكي. اول حاجه لازم نعرفها انها مش بالصيدليه القريبه. كويس، يعني مش اي صيدليه او دراج ستور زي ما بيسموه بره يبقى هو ده اللي ممكن ان انا اتعامل معاه وخلاص. لا، هو لازم اختار صيدليه رقم واحد يكون موجود جواها صيدلي دايما بصفه مستمره. ما يكونش بيجي ساعه الصبح علشان يجيب الطلبيه بتاعه الادويه وساعه بالليل علشان يعني يلم يعني مش عايز اقول مش عايز اقول يعني احنا مننا في بعضينا يعني. كويس، لا هي ما حدش سمعنا. لا ازاي. فالفكره لا ما نختارش الصيدليه اللي زي كده. تمام، نختار الصيدليه اللي الصيدلي فيها بيتواجد على طول. ادي اول حاجه. 2 انه يكون مطور نفسه كويس، يعني لما اخش له اساله مره ورا الثانيه ورا الثالثه بخصوص حاجات بشتكي منها. يعني المواطن برضو البسيط اللي يعني امكانياته العلميه والتعليميه والحياتيه بسيطه، يعني ممكن برضه ما يعرفش يقيم ده. يعني ممكن مثلا انا ادخل لنوع صيدلي بيعرف يتكلم بيعرف يبيع، يعني برضه في النهايه سامحني دي تجاره. مظبوط. فممكن بيعرف يبيع مش شاطر. هطمنك هما نقطتين. احنا مهنتنا علم وتجاره، اولويتها للعلم يليها التجاره، ودايما مؤمنين بان لو احنا حطينا العلم في الكفه بتاعته الصح ورجحناه، التجاره او المكسب كده كده هيجي. كويس، بل ان في ناس كتير للاسف ممكن تكون بتقلب وتحط الاولويه للمال وللفلوس وبينسوا العلم خالص. ردا على النقطه بتاعت حضرتك، الموضوع ما هواش ان المريض المصري ممكن ينضحك عليه. المريض المصري زي ما بنحب دايما نقول ممكن يكون شكاك شويه بطبعه. كويس، ان هو يخش دايما متحفز، بدليل الكلمه المشهوره جدا اللي بتتقال لنا في الصيدليات بلاش البديل. وعلى العكس، اول ما المريض المصري بيثق في شخص معين بيديله عينيه. والدليل على الكلام ده انك ممكن تلاقي صيدليات كتير جدا بيحصل فيها المشهد ده، انه يخش المريض المصري يسال على دكتور معين، مثلا دكتور كمال موجود، دكتور مصطفى موجود، يقولوا له موجود. طيب اوكي، ناديهولي لو سمحتي علشان اتعامل معاه. لو مش موجود، طيب هيجي امتى؟ كمان ساعه مثلا. طيب هروح واجي كمان ساعه عشان في حاجه بس كنت عايز اساله عنها. مع ان ده موجود بنسبه كام يا دكتور؟ لا بقوا كتير بفضل الله، يعني خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا ممكن يكون في طفره في الكلام ده. بل ان ممكن يعني لو افتكرنا بس كده كان ايه اللي بيحصل في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان ده هو الشائع. والدليل برضو مشهد كلنا عارفينه في فيلم حياه او موت بتاع حسين رياض وعماد حمدي. هو ده كلنا فاكرين عماد حمدي كويس اللي هو بطل الفيلم نفسه، لكن مش فاكرين حسين رياض. لا ازاي فاكرين حسين رياض اللي جري على البوليس عشان يبلغ بعد ما يأس ان هو يوصل. كان عنده ضمير، كان عنده ضمير. في اول الفيلم خالص بقى لاحظوا كده بالبلطو الابيض بتاعه والبرستيج ما اعرفش كان حاطط جل ازاي في اول الفيلم. حاجه يعني قمه في الهيلمان يعني. تمام. الفكره ان المريض كان بيقف قدامه بقمه الاحترام. كويس، ليه؟ لانه كان هو اللي لابس البلطو الابيض ومحترم نفسه وبيتعامل بشكل فيه ضمير وعلم واخلاق. لكن دلوقتي في صيادله بيعملوا كده وهم الحمد لله ما هماش قليلين، لكن الاغلبيه العظمى للاسف بين قوسين كده ان الناس بقى عندها مفهوم ان الصيدلي ده بيكسب 100% مش 100%، وبالتالي يعني هي تجاره اكتر منها علم. انا جاي مخصوص عشان اغير المصطلح ده عند الناس. ما هو انا صيدلي فاهم شغلي اكيد علشان كده. فقول لي بقى، انا صيدلي فاهم شغلي بس علشان المفهوم ده يتغير ولا علشان ايه تاني؟ تمام. هو علشان اكتر من حاجه، اهمها ان المفهوم ده يتغير.
يعني اللي حصل ببساطه ان احنا كنا عايزين نوصل للناس ان في صيادله بفضل الله خريجين جدد من زمان مطورين نفسهم علميا بشكل يستحق ان هم يحطوا ثقتهم فيهم كمرضى. المرضى نفسهم يخشوا الصيدليه براحتهم خالص، يتكلموا مع الصيدلي، يعرضوا عليهم المشكله الصحيه اللي بيشتكوا منها، يستشيروهم في الادويه اللي بياخدوها بصفه مستمره او بصفه غير مستمره. وعشان كده فكرنا ان احنا نعمل الحمله بتاعتنا في 2012. ربنا اكرمنا باننا عرضنا الفكره على ناس، والناس الحمد لله والشكر لله استجابت ليها على الفيسبوك بشكل خلانا ننزل زي ما شرحت لحضرتك قبل الهوا، ان احنا ننزل في التجمعات، في الهايبر ماركتس، في النوادي. طيب خلينا هنقف عند نقطه التجمعات وازاي بتتعاملوا مع الناس عشان تفهموهم انا صيدلي فاهم شغلي بعد الفاصل على 887 اف ام راديو مصر. قبل الفاصل حضرتك قلت لي ان انتوا خلاص بداتوا تنزلوا للميادين والانديه وكذا علشان بالزبط توصلوا للناس فكره انا صيدلي فاهم شغلي. قبل ما اسالك بقى كنتوا بتعملوا ايه اصلا؟ انتوا بداتوا المبادره دي امتى وعددكم قد ايه؟ جميل جدا. وكلكم صيادله ولا لا؟ تمام، احنا صيادله وطلبه في كليه الصيدله على مستوى الجمهوريه. نزلنا بفضل الله مرتين حتى الان على ارض الواقع. يوم 14 يوليو 2012 نزلنا 5 ساعات في 7 محافظات مختلفة، وكان في غرفة تحكم على الفيسبوك بفضل الله. كان مثلا كل 5 أو 6 صيادلة بينزلوا قدامهم ستاند أو وراهم ستاند، وقدامهم ترابيزة بسيطة جدا عليها جهاز ضغط وجهاز سكر وميزان، كله بالتبرعات وبالمجهودات الشخصية. وكنا بنحاول ان احنا نقدم للناس خدمة علمية، ما هياش خدمه بيع وشراء ولا اي حاجه، بل بالعكس احنا كل الفكره كنا بنسالهم ايه الدواء اللي حضرتك بتاخده، ايه المرض اللي ممكن تكون بتشتكي منه، ونبدا نقدم لهم معلومات بسيطه جدا في السريع زي ما بيقول. الحمد لله نجاح المره الاولانيه خلانا نحاول نقدمها مره ثانيه، وبفعل الله او بفضل الله نجحنا. يوم 30 اغسطس 2012 اتقدمت في 15 محافظه على مستوى الجمهوريه في نفس التوقيت في نفس اليوم. كان برضو حوالي 5 أو 6 ساعات. كان 30 أغسطس في عز النغرة، في عز نغرة الشمس. برضو في الأماكن التجمعات والنوادي والهايبر ماركتس والمولات والحدائق. يعني كنا بنحاول قدر الإمكان نشوف الناس اللي ممكن تستفيد مننا بشكل سريع ونقدم لهم الرسالة دي. وقبل ما بيمشوا كنا بنحاول إن احنا نأكد على فكرة ثقة المريض نفسه في الصيدلي. يعني النجاح الباهر اللي حققناه أو اللي ربنا أكرمنا بيه في اللي هي الحملة ديت خلانا نحاول قدر الامكان ان احنا نكررها فيما بعد. وهنا بتظهر نقطه ان احنا اتمنعنا من ده بشكل يعني للظروف مش اكتر من كده. محدش قال لنا بلاش، ظروف البلد يعني. بالظبط، ظروف البلد والانقسام الفظيع اللي حصل. وفي نفس الوقت كان ايامها 30/6/2013 كنا عايزين ان احنا ننزل في رمضان وننزل في صلوات التراويح للناس علشان نقدم لهم الكلام ده. بالظبط، يعتبروا تجمعات خلقه يعني. فما نفعش، كان الكلام ده يعني وقت صعب جدا بالنسبه للناس. ففكرنا او ربنا هدانا الى ان احنا نعمل حل بديل كويس. ونزلنا على الفيسبوك في تطبيق اسمه انا صيدلي فاهم شغلي. لازم نقول ان صاحب الفكره الاصليه دكتور كريم يحيى، ولازم نقول ان ربنا يبارك فيه المبرمج دكتور احمد حمدي. انا مجرد شخص ممكن يكون بيوصل رسائل عن طريق التطبيق ده. نحاول قدر الامكان ان احنا نوصلها على لسان الناس اللي بتشترك معنا. من هنا حابين نقول للناس اللي لسه ما اشتركتش ان امبارح كان انطلاق البيتا فيرجن او النسخه المعدله من التطبيق على الفيسبوك. اتمنى ان كل الناس تشترك معانا على الفيسبوك. اسمه انا صيدلي فاهم نفسي فاهم شغلي. انا صيدلي فاهم شغلي. ما هو لازم برضه يفهم نفسه. طبعا. بالعربي ممكن يلاقوه من خلال ان هم يعملوا لنا فولو على الاكونت بتاعنا على الفيسبوك باسم احمد الجويلي بالعربي، او الاسهل ان احنا نعمل سيرش على ابو باسم بالانجليزي ABU space BASSEM. مره ثانيه ABU B for book طبعا space BASSEM. ده الاكونت بتاعنا. اتمنى ان كل الناس تعمل لنا فولو، ومن خلاله ان شاء الله هيلاقوا اللي هو اللينك بتاع الابلكيشن. الحمد لله على الاكونت ده يعتبر اكونت شخصي. انا اتشرف ان كل الناس تتابعنا من خلاله، ولكن الحمد لله احنا كنا وصلنا في الالفا فيرجن بتاعه انا صيدلي فاهم شغلي لاكثر من 40,000 مشترك بفضل الله. كلهم صيادله وطلبه في كليه الصيدله قدر الامكان طبعا. مما كان مثلا الحمد لله يخلي متابعه مثلا اكتر من 1,000,000 أو 1,500,000 متابع على الفيسبوك. الناس اللي كنا بنحاول نوصل لهم من كنا دي بالنسبه لنا كانت مأساة في المره الاولانيه لما التطبيق اتقفل بسبب
يعني ولاد الحرام، يعني هاكرز وريبورتات وكده. الناس ما كانتش حابه ان احنا نكمل، فعمليه ريبورتات منظمه، لكن الحمد لله الكلام ده مش وارد ان شاء الله في البيتا فيرجن اللي انطلقت امبارح بفضل الله. طيب قلت لي في 6 أسئلة لازم الصيدلي الشاطر اللي انا من خلالهم اقرر ان الصيدلي اللي انا بتعامل معاه ده شاطر او لا، مظبوط، لازم يسالهم للي داخل عنده الصيدليه. كلام سليم. ايه هم بقى الاسئله؟ جميل. هم كلهم بيتقالوا في 5-6 دقائق. كويس. اتمنى ان لو حد معانا صيدلي ما سمعناش قبل كده او ما سمعش مننا 6 أسئلة دلوقتي، يبقى معاه ورقه وقلم ويكتبهم، لان ديت زي ما قلت لحضرتك كده قبل الهوا يعتبر زتونه الحلقه في وجهه نظري. يعني اول حاجه، مين هو المريض؟ محدش ينفع يخش الصيدليه يقول انا عايز حبايتين للصداع من غير ما اساله السؤال ده. مين اللي هياخد الحبايتين؟ مين اللي عنده الصداع؟ كويس. مين المريض ده ممكن يخليني اكتشف ان المريضه واحده حامل، ما ينفعش انها تاخد حبايتين الصداع. ممكن يخليني اكتشف ان المريض طفل عنده 3-4 سنين. ممكن يخليني اكتشف ان المريض حد كبير جدا عنده 75-80 سنه، ما ينفعش برضه ياخد حبايتين الصداع. ممكن يخليني اكتشف ان المريض ده يعتبر جاله الصيدليه اللي بقاله 3-4 شهور بيشتكي من صداع مزمن، والمفروض دلوقتي الموضوع يتغير على الدكتور او يتحول على الدكتور. ده اول سؤال، مين هو المريض؟ تاني سؤال، ايه هي الاعراض؟ كويس. الاعراض ممكن تكون مهمه جدا انها تتوصف بدقه، وعشان كده بنقول الاعراض بالتحديد هي ايه اللي تشتكي منه بالظبط. ما ينفعش حد يخش الصيدليه يقول انا تعبان او بشتكي من حاجه هو ما يعرفهاش. لو دماغه بتوجعه او عنده صداع لازم نقول له شاور فين الصداع نفسه. الصداع قدام، صداع ورا، صداع ورا العين، صداع ورا المناخير، whatever. ده يعني مهم جدا بالنسبه للصيدلي اللي مطور نفسه واللي عايز يوصل لعلاج بجد، مش عايز يدي حبايتين وخلاص. السؤال الثالث، هل بتشتكي من اي اعراض تانية غير اللي ممكن تكون حضرتك بتقولي عليها دلوقتي؟ ممكن يكون واحد او واحده شعرها بيقع، بيتساقط، وراحت صيدليات كتير جدا، وراحت عيادات تجميل جدا وعيادات جلديه كتير جدا، وخدت سبريهات وكده، وما يكونش المشكله عندها في الشعر، يكون عندها المشكله في الانيميا. كويس. دي اعرفها من الاعراض المصاحبه، اسمرار تحت العين، رفرفه في القلب، اجهاد عام، وهكذا. طيب هنكمل كده ال4 أسئلة بعد الفاصل. مين هو المريض، وايه الاعراض اللي بيحس بيها، وايه المنطقه بالظبط، يعني لو صداع فين، الصداع مسمع فين يعني. بعد الفاصل مع دكتور احمد الجويلي، صاحب او واحد من اصحاب مبادره انا صيدلي فاهم شغلي. بعد الفاصل على 887 FM راديو مصر. بيكو بيها هنبنيها، بيكو بيها هنبنيها. رجعنا معاكم نكمل حلقتنا النهارده من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر. لسه بنتكلم عن انا صيدلي فاهم شغلي مع دكتور احمد الجويلي، واحد من مؤسسين مبادره انا صيدلي فاهم شغلي، مع دكتور كريم يحيى ودكتور احمد حمدي واخرين كمان يعني قدموا اسهاماتهم في هذا الامر. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن 6 أسئلة مهمين لازم الصيدلي يسالهم للشخص اللي داخل الصيدليه عنده علشان يعني ياخد اي دواء، و يعني من ال6 أسئلة دول اقدر احدد اذا كان الصيدلي شاطر او لا، اكمل تعاملي معاه ولا لا. قلنا اول سؤال مين هو المريض، يعني مين هو بقى وسنه ايه وبيعاني من امراض ايه والحاجات دي، وايه الاعراض اللي عليه علشان اعرف يعني وصف دقيق اقدر من خلاله اشخص، او يقدر من خلاله الطبيب الصيدلي يشخص الحالة ويدي الدواء المناسب. بالظبط. يعني زي ما كنا بنقول، اول سؤال كان مين هو المريض، وتاني سؤال هو الاعراض اللي هو بيشتكي منها ايه بدقه، والسؤال الثالث كان ايه الاعراض التانية اللي ممكن يكون بيشتكي منها وما تكونش في باله. زي ما اتفقنا ممكن يكون في صاحبنا مثلا بيشتكي من حاجه في ودانه ويكون مشكلته اساسا في الجهاز الهضمي. ممكن يكون برضو المريض بيشتكي من حاجه في ركبه وتكون المشكله في الجهاز المناعي. كويس. كل الكلام ده الصيدلي الشاطر بس هو اللي يقدر يخمنه او يعمله تقييم، مش تشخيص. ما بنحبش نقول كلمه تشخيص، لان التشخيص هي وظيفه الطبيب بناء على الاشعه وبناء على التحاليل وبناء على السونار وكل الحاجات دي. رابع سؤال هو لو في ادويه سابقه كان المريض بياخدها، اذا كان للحاله دي او الحاله الثانيه. يعني برضو على حاله الصداع نفسها ممكن لو انا اديته دواء من عندي في الصيدليه من غير ما اساله السؤال ده اللي هو اذا كان بياخد ادويه قبل كده ولا لا، في الحاله ديت لا قدر الله ممكن يكون في تعارض ما بينه وما بين الدواء اللي ممكن يكون بياخده عشان سيوله الدم مثلا، او ممكن يكون بياخده علشان المعده او علشان القلب، او اي علاج ممكن يكون بياخده
ممكن تحصل تعرضات كتير، برضه الصيدلي الشاطر بس هو اللي بيكون عارف ده. وممكن يكون الدواء اللي كان بياخده الحالات تانية قبل كده بيشتكي منها هو اللي مسبب له دلوقتي مشكله، كحه مثلا. كل الصيادله ممكن يكونوا درسوا في ماده الفارماكولوجي في الكليه ان في مجموعه دوائيه كده هي اللي ممكن تكون بتسبب الكحه الناشفه اللي بتكون من غير بلغم، يعني ممكن خلال اول اسبوع او اول 3-4 ايام من تناولها، اللي هي مجموعه الايس انهبيتورز يعني. من امتى؟ ده السؤال رقم 5 اللي هو الاعراض اللي حضرتك ديت بقى لها قد ايه؟ للاسف المريض المصري عنده اجابه واحده دايما بنسمعها اللي هي من فتره. كويس. طب انا ما عرفتش برضو من كتير. او من كتير او من زمان، او زي ما بقول دايما في الارياف بنسمع من عام نول. كويس. اللي هي طالعه ليها اصل في الفصحى اللي هي ايه بقى؟ من عام اول، يعني من السنه اللي فاتت. والله طيب جديده دي بقى. لو الجديده برضو او اللي بنسمعها كتير برضو من ديك النهار. كويس. اللي هو ليها علاقه بالفصحى. من ذاك النهار او من ذاك اليوم يعني. تحوير مصري بالظبط كده. جبروت المصري. طيب احنا معانا على التليفون دكتور طارق، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ علا، دايما بتمتعينا بمواضيع هادفه ومهمه جدا. برحب بالدكتور احمد. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور طارق الصبح، انا طبيب بيطري واشتغلت فتره كبيره في مجال الادويه وبتعامل مع صيادله كتير. اولا مبادره روعه وفعلا مفيده جدا، وانا يهمني جدا جدا ان الصيدلي يبقى فاهم شغله اكتر واكتر، بحيث ان هو زي ما بيقولوا اول مقابله مع المريض بتكون الصيدلي. فلو حصل توجيه سليم في البدايه ممكن يبقى طريق العلاج اقصر، وحضرتك فاهمني دكتور احمد. تمام. على العكس تماما ان هو يلف بقى اللفه المعهوده بتاعه الحبايتين. ده هيودينا لنقطه مهمه جدا، مجموعه الادويه الغير ستيرويديه يا دكتور احمد اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، بمدى خطورتها الرهيبه على الجنس البشري عموما، وعلى الكلى وعلى الكبد وعلى الناس المسنين وعلى الاطفال. هي اكثر مجموعه بتبيع في مصر نظرا لتداولها الخاطئ بعدم معرفه، اللي هو قصه حبتين الصداع وجنبي بيوجعني وظهري بيشتكي منه طبعا. بدون ان ياخد وقت ان هو يساله الاعراض دي ناتجه من ايه او مشاكلها ايه. فهل النهارده نقدر نوصل بتشريع معين او ببروتوكول تعاون معين ان يعني مجموعات الادويه اللي ليها اثار جانبيه معروفه وستاندرد من زمان تبتدي يحصل فيها ريستريكشن، زي الريستريكشن اللي بيحصل على بعض الادويه اللي هي زي الحاجات اللي هي المخدرات او جدول اول او جدول ثاني، او يتحط عليها ريستريكشن معين. سؤال متميز. الجزئيه الثانيه يا دكتور احمد، ايه اللي ممكن يتعمل لتوقيف ما يسمى بمخازن الادويه المنتشره واللي بتاخد تراخيص في مصر، سواء واخده تراخيص او غير مرخصه، واللي بتتداول الادويه اسوأ المداوله، بالظبط كانه بيتاجر في فلفل او طماطم او بطاطس، مش ميديكيشن مفروض ان هو يتحرك بشكل معين من شركته لحد الصيدلي لحد ما يوصل لايد المستهلك. ودي قصه على المدى البعيد اعتقد انها ممكن يبقى لها اثار سلبيه بالغه الخطوره على صحه المواطن المصري. وانا شاكر جدا لحضرتك واسمع رأيك. شكرا لحضرتك دكتور طارق صبحي على مداخله حضرتك ورد لحضرتك يا دكتور احمد. تمام. طيب خلينا قبل ما نجاوب على دكتور طارق نقول رقم 6. نقول رقم 6 عشان نبقى خلصنا الاسئله. بالظبط. السؤال ده مهم جدا وللاسف غير معتاد سؤاله داخل الصيدليات، وهو سؤال عن المهنه. المريض نفسه ممكن يكون بيشتغل شغلانه او مهنه معينه او وظيفه معينه تكون هي السبب في مشكلته او تفاقمها او امراض المهن زي بالظبط. لو كان بيقف كتير مثلا ممكن يجي له دوالي في الساقين. لو كان بيشتغل في قسم الاشعه في مستشفى ممكن يكون ده سبب في تساقط الشعر لا قدر الله. لو كان مثلا بيتعرض للحراره بشكل مستمر ده ممكن يكون سبب لا قدر الله في العقم. كويس. الحاجات ديت للاسف الشديد جدا كتير من الصيادله، واسف اني اكون يعني اتعدى كمان الحد واقول لاطباء كمان، ممكن يكون المريض بيخش لهم من الصيدليه والعيادات وما بيسالش السؤال ده، يعني بيكون الحل غالبا في السؤال ده. تمام. فخليني اتفق كده ونرجع مرجعنا على اساس يعرف المجهود اللي بيبذله المريض في اشياء معينه فيقدر على اساسها يفهم حالته ايه او كده ولا ايه بالظبط. يعني بالتحديد بخصوص مساله المهنه ديت، المهنه نفسها هي اللي ممكن تكون السبب. زي ما قلت لحضرتك كده، لو كان مدرسه مثلا بتقف 8 ساعات في اليوم كويس بشكل متواصل، هي معرضه انها يجي لها دوالي. كويس. لو كان موظف قاعد 8 ساعات في اليوم معرض لمرض تاني، يعني الظهر بقى او ممكن مشيها الظهر كويس او القعده قدام الكمبيوتر برضه بالظبط. تمام. كويس. والم الرقبه وكده.
فالست اسئله دولت يعني ردا على سؤال حضرتك في الاول، اللي يسالنا الست اسئله دولت او على الاقل جزء منهم نعرف ان هو ده الصيدلي اللي ممكن نضع فيه ثقتنا ونختار صيدليته ان احنا نتعامل فيها. اصل ساعات يعني حتى الطبيب البشري مش الصيدلي، اما هتدخل مثلا ام زي حالاتي كده وبعد الشر طفلها يعني بيعاني من حاجه وتدخل تشرح القصه كامله من اول ما هو قال لحد ما راحت للدكتور مثلا. تمام. فتلاقيه متأفف كده وما هوش عايز يسمع يعني، وهو بس يعني عايز ينجز عشان يلحق يخلص اللي وراه يعني. بيني وبينك ده يعني مع كامل احترامي ليه تغيريه، ما اروحلوش تاني بالظبط كده، لان هو دوره ان هو ياخد منك هيستوري كويس، تاريخ المرضي كويس. تمام. اتفضل حضرتك. نجاوب بقى على سؤال دكتور طارق صبحي بخصوص موضوع القوانين. كويس. طيب. القوانين احنا هنطلع بس نواكب معلش وهنرجع بعد نواكب نجاوب على سؤال دكتور طارق. تحت امرك. اتفضل. معاكم بنكمل حلقتنا النهارده من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر. سريعا بقى في الحقيقه عشان وقتنا خلاص قرب على الانتهاء، دكتور احمد الجويلي هترد على دكتور طارق صبحي في النقطتين اللي هو سالهم لحضرتك. في 3 جمل صغيرين جدا. القوانين والريستريكشنز على الدواء او على المخازن مش هي الحل في وجهه نظري. لازم يكون الوازع نفسه عند الصيدلي ان هو عايز يخدم المريض صح، لكن مهما عملنا من قوانين فالفهلوه المصريه ممكن انها تتغلب عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه يعني عايز اختم مع استاذ علا بان الناس اللي هتعمل لنا فولو على الفيسبوك ان شاء الله وتبعت لنا مسج باذن الله يقول لنا ان هو كان سمع معانا اللقاء الاذاعي بتاعنا على اذاعه راديو مصر في برنامج بيكو بيها هنبنيها، هيكون ليهم هدايا مني انا شخصيا ان شاء الله على الفيسبوك مخصوص ان شاء الله. دي ترند كده احنا عاملينه، بس المهم يقول لي اماره حصلت اثناء الحلقه يعني ان شاء الله. الحلقه راحت في دي احلى اماره، اي حد يقول لك كده على طول ابعت له الهديه. بالظبط كده. وطبعا ان شاء الله يعني هيبقى معاه كل يومين 3 معلومات جديده ان شاء الله معانا. ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله. ربنا يخليك دكتور احمد الجويلي على وجودك معانا وعلى تعبك كمان في السفر انك تيجي لحد هنا. كتر الف خيرك. بشكرك جدا على مبادرتك كمان، انا صيدلي فاهم شغلي. وبشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده. بس خلاص مش هنطلع فاصل، هنقابلكم يوم الاحد ان شاء الله وحلقه جديده من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر. هيكون معاكم فيها ايمان عاشور وعلا بكر. لكم مني كل التحيه، الى اللقاء.